اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. بعد ما فيديو 100 يورو جيب ايه في السوبر ماركت وايكيا هنا في هولندا عجبكم وطلبتوا مني ان انا انزل فيديو باسعار الاجهزه الكهربائيه هنا في هولندا، فيلا بينا نروح على احد محلات الاجهزه الكهربائيه ونشوف الاسعار عامله كام. الجو النهارده غريب، شويه حر وشويه مطر وحاجات ايه غريبه. المهم احنا رايحين محل اسمه ميديا ماركت، واحد من اشهر المحلات هنا في هولندا، ومش بس في هولندا، برضك موجود في المانيا وموجود في بلجيكا. فتعالوا نستكشف الاسعار سوا ويا رب الاسعار تعجبكم. اول حاجه هنبدا بقسم التلفزيونات. ده اول تلفزيون معانا ماركه TCL، عامل 5000 يورو. وده تلفزيون تاني 74 بوصه برضه، نازل من 4000 ل 3500 يورو. وده LG 43 بوصه عامل 500 يورو. ده تلفزيون ارت من سامسونج، بتعلقه بيبقى شبه البرواز كده، حتى البرواز بتاعه مختلف، غالي شويه، نازل من 1959 يورو ل 1700 يورو. التلفزيون ده اكتر بيبقى للشركات وكده. وده هنا قسم الثلاجات، على حسب بقى الحجم اللي انت عايزه. عندك مثلا ثلاجات الصغيره دي زي اللي كانت عندنا ايام زمان، ماركه اسمها اوك عامله 330 يورو، وبرضك ايه حجمها كويس. ودي ماركه بوش المعروفه 290 لتر عامله 669 يورو. عندك برضك ايه اشكال والوان واحجام مختلفه. عندك ماركه بيكو ده عليها عرض نازله 469 يورو. عندك بقى هنا ايه اغلى ثلاجات موجوده. عندك بقى ايه ماركه سامسونج، الثلاجه دي عامله 2629 يورو. الثلاجه زي ما انتم شايفين كبيره جدا. بص برضك بيجي مع الثلاجه ايه ازايز خاصه بسامسونج وبرطمانات وحاجات كلها ايه خاصه بسامسونج. وعندك هنا برضك من غير ما تفتح الثلاجه ممكن الزرار ده ينزل لك ميه او تلج. وعندك دي برضك سامسونج بس اصغر شويه، نازله من 1549 يورو ل 1399 يورو. عندك بقى هنا ايه قسم الغسالات. عندك مثلا الغساله دي حديثه شويه ماركه LG عامله 899 يورو. وفي برضك ماركه سامسونج دي عامله 549 يورو ودي 8 كيلو. وفي برضك ماركه ميلا دي من اغلى الماركات هنا في هولندا، والغساله دي عامله 1619 يورو. وعندك هنا الغسالات دي كلها في الغالي وفي الرخيص، يعني مثلا عندك ماركه بوش الالمانيه برضك دي عامله 628 يورو. عندك كده الميكروويف بيبدا ارخص حاجه بيبدا من 70 يورو، وهو قديم شويه ماركه اوك، والاسعار بقى بتقعد تعلى من 97 يورو 109 يورو. وعندك بقى هنا ايه اغلى مايكروويف موجود هنا. الميكروويف ده ماركه سامسونج عامل 469 يورو. بصراحه الميكروويف شكله جميل جدا، وهنا ده جرانيت بس مازال 469 يورو كتير جدا لمايكروويف. فاحلى حاجه انك عندك حاجه ب 70 يورو، ولو معاك فلوس وعايز تشتري حاجه اغلى عندك ده عامل 469 يورو. ودي هنا البوتاجازات، ارخص واحد عامل 498 يورو، ماركه اسمها ATNA. وفي منه برضو بوش ستايل قديم شويه 4 شعله عامل 500 يورو. عندك بقى هنا ايه قسم المكانس وكده. عندك بقى بيبدا المكنسه دي فيليبس عامله 118 يورو. عندك المكنسه دي فيليبس حديثه شويه عامله 179 يورو. وعندك سامسونج دي عامله 109 يورو. وعندك المكنسه دي مكنسه في الهند عامله 350 يورو. وهنا حاطين لك الموكيت ده عشان تجربها. وفي الارضيات اللي هي بتبقى خشب، وبصراحه عمليه شويه عن المكانس القديمه دي. وعندك هنا انواع كتير مختلفه منها. عندك مثلا ايه دي ماركه بوش كبيره شويه عامله 430 يورو. وعندك دي ماركه صيني يعني اقدم شويه اسمها AEG عامله 200 يورو. ده قسم المكوى. هنا في المكوى العاديه بتبدا من 25 يورو، بس لو عوزت مكوى اكبر شويه ببخار بتبدا من 38 يورو برضو ب 43 يورو. ولو حبيت بقى تجيب ماركه معروفه بخار مثلا زي ماركه فيليبس الالمانيه عامله 80 يورو. وعندك دي احدث منهم كلهم، بتحط هنا المايه وبتبقى بخار وكده، ودي عامله 208 يورو ماركه تيفال. هنا بقى ده الاستشوار، في منه الوان وانواع مختلفه. عندك مثلا ايه ب 32 يورو او ب 26 يورو على حسب الماركه. وهنا في هولندا بيستخدموا فرش الاسنان الكهربائيه دي بقى لهم فتره. فعندك مثلا ايه فرش الاسنان هنا بتبدا من 80 يورو 119 يورو. وفي برضك عندك الرخيصه للاطفال مثلا واحده شبه دي عامله 30 يورو. هنا قسم خاص بالاير فراير. عندك مثلا دي عامله 170 يورو، الغاليه منها عامله 230 يورو. وفي برضك رخيص ماركه تيفال عامله 140 يورو. وده هنا البلندر بيبدا من 9 يورو ماركه اسمها اوك، وطبعا بيقعد يعلى في الاسعار لحد ما يوصل لماركه اسمها بوش عامله 140 يورو. في ماركه فيليبس 700 واط عامل 74 يورو. عندك هنا قسم الدفايات، ودي حاجه مهمه جدا عشان الجو طول السنه هنا ساقعه. عندك هنا الدفايات بقى ايه بتبدا من دفايه عاديه زي ما انتم شايفين كده عامله 60 يورو، وفي منها الاغلى شويه والاحدث عامله 249 يورو. عندك هنا قسم الخلاطات، والخلاطات بتبدا من ماركه اسمها اوك عامل 30 يورو، والاسعار بتقعد تعلى لحد ما توصل للماركه دي، والماركه دي عامله 249
29 يورو. عندك بقى هنا ايه مكن القهوه، وده اهم حاجه هنا في هولندا، ان الشعب الهولندي دايما اول ما بيصحى من النوم بيشربوا قهوه. عندك مكنه القهوه دي مثلا ماركه فيليبس عامله 749 يورو، وفي منها الاصغر شويه والارخص عامله 649 يورو. مكنه القهوه دي اغلى مكنه فيهم كلهم، ماركه اسمها دولونجي، واحده من اغلى الماركات هنا في هولندا، عامله 1379 يورو. وفي برضك دي غاليه جدا عامله 1497 يورو. عندك برضك هنا ايه اللابتوبات، بس اللابتوبات هنا ايه اسعارها مختلفه على حسب انت عايز انهي لابتوب. لو عايز امكانيات عاليه هتعلى بالسعر، عايز امكانيات اقل طبعا هتقل بالسعر. فتعالى اوريكم الاسعار. ده ماك بوك الصغير شويه عامل 2030 يورو. في بقى اصغر حاجه فيهم كلهم عامل 900 يورو. اللابتوبات دي هنا عليها عروض، عندك مثلا ايه ماركه لينوفو عامل 1530 يورو عشان مثلا بتبقى اخر قطعه وكده. وعندك الاصغر مني شويه عامل 879 يورو. مثلا عايز تجيب حاجه رخيصه شويه، دي ماركه اتش بي نازل من 700 يورو ل 550 يورو. عندك الكمبيوتر ده ماركه اتش بي عامل 1400 يورو، ومقلدين ستايل ابل شويه. تعالوا كده اوريكم ستايل ابل. ده بقى ايه الاصلي، دي ماركه ابل وعامل 2000 يورو. الكمبيوتر بالكيبورد بالماوس، بصراحه شكله جميل جدا، بس 2000 يورو كتير جدا. وعندك جهاز الاكس بوكس هنا عامل 520 يورو. وعندك هنا جهاز البلاي ستيشن 5 عامل 477 يورو. في عرض من المحل اللي احنا فيه محل ميديا ماركت، لو خدت جهاز بلاي ستيشن هتاخد عليه دراع والكفر بتاع الدراع، والعرض ده عامل 679 يورو. هنا بقى ايه اسعار الايفون وسامسونج كده. هنا ايفون 14 عامل حاليا 744 يورو، وعندك ايفون 15 عامل 854 يورو. وهنا ال 15 برو ماكس عامل 1326 يورو ل 256 جيجا، وال 512 جيجا عامل 1557 يورو. وهنا دي احدث تليفونات سامسونج لسه نازله. وعندك سامسونج جالاكسي اس 24 الترا ده عامل 1439 يورو. عندك سامسونج اللي هو فليب اللي هو بيتفتح كده ده عامل 801 يورو. وفي طبعا التليفونات القديمه جدا اللي بزراير عامله 70 يورو. والتليفون ده كان المحبب ليا لما كنت صغير اللي هو بتفتحه كده، عامل 84 يورو. وده احدث تليفون اوبو لسه نازل السوق عامل 459 يورو. وعندك هنا السمارت ووتش ماركه اسمها فيت بي، ساعات بتبدا من 79 يورو للاطفال مثلا صغيره، واغلى واحده واحدث واحده فيهم عامله 222 يورو. عندك بقى هنا ايه قسم السبيكر وكده. عندك بقى ايه حاجات بتبدا من اول كده، ده سعره رخيص شويه عامل 112 يورو. لو في برضك ايه الاسعار بتقعد تزيد. عندك مثلا ده سوني ده عامل 408 يورو. وفي بقى ايه ده مشهور شويه تقدر تاخده معاك البارك وكده، ده ماركه سوني عامل 297 يورو. عندك بقى هنا كاميرات جو برو لعشاق التصوير وكده، اللي هي بتنزل تحت الميه وكده. عندك بقى اللي هي ال10 اللي هي القديمه شويه عامله 279 يورو. وبعد كده بتقعد تزيد السعر لحد احدث حاجه اللي لسه نازله اللي هي النيو اللي هي ال 12 دي عامله 429 يورو. وعندك هنا القسم المفضل بالنسبه لي قسم الدرون. عندك هنا الدرون بتبدا 999 يورو. وفي هنا اسعار مختلفه، عندك الكبيره منها عامله 1549 يورو. ودي كانت اسعار الاجهزه الكهربائيه هنا في هولندا. وبرضك عايز اقول ان راتب الشخص هنا في هولندا اللي هو معهوش تعليم ولا معاه مؤهل خالص، الراتب بتاعه ممكن يوصل ل 2000 يورو في الشهر. وبس عايز اقول لكم لو عندكم فكره فيديو وعايزين نعملها هنا في هولندا، يا ريت تبقوا تكتبوها لي في الكومنتات، هكون مرحب ان انا اعملها. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكلام ده عشان بيفرق معايا جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم دايما لذيذ. سلام.